ريال مدريد يتعادل سلبيا مع رايو فاليكانو. حط لايك ومتابعة. خلينا نسولف عن المباراة شوية. مدرب 90 دقيقة ما عرف شلون يتخلص من هذا الضغط، ما لقى حل شلون يصنع فرصة، معتمد على فينيسيوس اللي بس يراوغ واخير شي تنقطع من عند الكرة، معتمد على فرديات اللاعبين، معتمد على العرضيات، وانت ما عندك لاعب يستغل العرضيات والكرات الثابتة. مهاجم راس حربة، مهاجم صريح مثل ليفاندوسكي هالاند تعتمد عليه بالكرات الثابتة. والله تعال، شنو هاي التبديلات المتأخرة؟ هاي المرة الثانية كررتها بالمباريات الصعبة، صارت الانشيلوتي الثاني نفس الأداء، نفس العبث الكروي. بس انت بدلت دخل جونزالو غارسيا، هذا مو في تبديل الكرات الثابتة، الفريق من سيء إلى أسوأ. خلف الله على كارتوا، كاريراس واسينسيو، اليوم هم ذول الثلاثة كان يوم فريق خسر، أما باقي الفريق كله كان سيء. أتمنى المباريات القادمة مو مثل الموسم اللي فات، اللي أتمناه في القادم أفضل.